بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكل متابعي صفحتنا على اليوتيوب، صفحة مول القدس. النهاردة هنشرح لك طقم مهم جدا في البيت، طقم الصيني. عارفين ان طقم الصيني في منه شركات كتير وفي منه اشكال كتير وديكالات كتير واعداد كتير والنص والكامل والتلات ارباع. النهارده باذن الله هنشرح لك الطقم الصيني بتاعك بالتفصيل، وازاي تعرفي الطقم الصيني بتاعك حاجه كويسه، ازاي تعرفي الطقم ده حاجه محترمه ولا لا، الخامه بتاعته عاليه ولا لا، ازاي تعرفي الطقم بتاعك ده لو حطيتيه في غساله الاطباق الشغل اللي عليه هيفضل موجود ولا لا، الشغل اللي عليه هيفضل موجود ولا هيبوظ ولا الدنيا فيها ايه. يعني انا عايز اعرف الكواليتي بتاع طقم الصيني بتاعي، الكواليتي ده عالي، الشركه، الموديل. هقول لحضرتك عندنا حوالي 3 4 شركات في السوق، البورسلين بتاعهم حاجه محترمه جدا. وليكن اول حاجه هكلمك عن الطقم التايلاندي، ده حاجه عاليه جدا في عالم الصيني. طقم في منه بيبقى نص وفي منه بيبقى كامل. ده يعتبر من اجود انواع اطقم الصيني اللي موجوده في السوق عموما. طيب ايه بعد منه؟ الطقم الراك الاماراتي، ده حاجه بسم الله ما شاء الله يا جماعه. الطقم الراك الاماراتي ده بيخش معاك الميكروويف، الطاجن بتاعه اشتغل معاك على الفرن والسلطانيه والبول، اشتغل معاك على النار على البوتاجاز من فوق. آه، طبق الراك او طقم الراك عموما بيبقى واخد طبقه ضد الخربشه، يعني لو حضرتك بتستعملي شوكه وسكينه كده ما يتخربش منك الطقم. ده الراك الاماراتي. طيب عندنا بقى حاجه اسمها الماليزي وحاجه اسمها البنجلاديش، وعندنا شركه لاميا، وعندنا حاجات كتيره في السوق المصري من اطقم الصين. طيب البنجلاديش والماليزي والحاجات دي حاجات محترمه وشركات محترمه، والصيني بتاعها بيكون خفيف وبيكون شفاف وشغل ليزر، حاجه محترمه جدا وحاجه عاليه جدا. صعب ان حضرتك تلاقي في الرسمه بتاعته او في النقشه بتاعت الطبق غلطه. يعني بسم الله ما شاء الله بتلاقي البرواز مثلا اللي معمول ده بفضل الله ما بتلاقيش فيه غلطه، ما بتلاقيش مثلا ممسوحه، ما بتلاقيش الرسمه جايه بناحيه مش مظبوطه، لا بتلاقي كل الرسمه زي ما حضرتك شايفه كده. بتلاقي الاطار كل ده بتلاقيه نفس من هنا زي هنا ومن هنا زي هنا. بفضل الله بتلاقي الشغل عالي جدا سواء بنجلاديش او ماليزي، الحاجات دي كلها بتبقى عاليه جدا يا جماعه. وشركه لاميا برضو حاجه من المنتجات المحترمه. طيب زي ما قلنا في الموديلات كتيره، في المدور وفي المربع وفي المدور المزلزل حاجه زي كده اللي هو المنوج ده. ده بيكون نفس الكلام برضو، ده بورسلين شفاف وخفيف، ده بيكون جودته عاليه جدا وحاجه محترمه. طيب عايزين نقول الموديلات ايه والاشكال ايه. زي ما قلت لكم كده في سلطانيه بتكون بالشكل ده، هي مدوره ولكن مزجزجه عامله موجه كده زي ما حضراتكم شايفين بالشكل ده. عندك منه موديلات كتير بقى، يعني الفلات بتلاقي البوله بتاعته كده، او اللي هي بغطا عالي لفوق حاجه زي كده، بيكون الغطا كده او كده. دول موديلين في الفلات، تمام. في برضه عندنا موديل المدور، وده بيكون بالشكل اللي حضرتك شايفاه دوت، بيكون مدور بالشكل ده. في مدور منوج وفي مدور اللي هو المسحوب الساده زي كده. ده المدور عدل يا جماعه، ده طقم الصين. زي ما قلت لحضرتك بتعرفي الصيني بتاعك بخفيته، وبتعرفي الصيني بتاعك بجوده البورسلين بتاعته ان هو يكون شفاف معاكي. حاجه زي كده برضو يا جماعه بسم الله ما شاء الله، حاجه من بنجلاديش اهو. ده الختم بتاع الشركه البادج عشان كل الناس تبقى واخده بالها معانا، تمام. ده شركه بنجلاديش يا جماعه، من رواد صناعه الصيني في مصر او في العالم ككل يعني. بيكون بالشكل ده. حضرتك بفضل الله ما تقدريش تطلعي غلطه في الشغل بتاع الطبق ده. يعني ما بتلاقيش المذهب ده الخطوط دي ممسوحه، ما بتلاقيش فيه غلطه في الشغل دوت. حاجه محترمه جدا وحاجه شفافه جدا. وليكن لو حضرتك شايفه ايدي كده بدون لمبه كمان اهوت، بتكوني شايفه ايدي بالشكل ده، بيبان ان المنتج بتاعك عالي جدا والمنتج بتاعك محترم. زي ما شرحنا وقلنا في منه المموج، في منه المربع برضه، في منه الساده وفي منه المنقوش. دي بترجع لذوق العروسه نفسها، تمام. عندنا زي ما قلنا منه الكامل ومنه النص ومنه التلتين. برضه دي بترجع لحسب اختيار الشخص نفسه، هو عايز ايه، عايز الكامل، عايز النص، عايز المموج. وفي منهم اطقم عشاء وفي منهم شاي وجاتوه. وان شاء الله باذن الله نشرح لك كل الاطقم دي بالتفصيل باذن الله في الحلقات اللي جايه. ان شاء الله باذن الله هنوضح لحضرتك ازاي تختاري طقم العشاء بتاعك وطقم الفطار بتاعك ويكون جوده محترمه وبورسلين محترم. خلي بالك حاجه مهمه جدا، في بعض اطقم البورسلين
بيكون داخل فيها رصاص وعظم، يكون الطبق تقيل، وبتلاقي البورسلين بتاع الطبق بتاعك غامق غامق مش فاتح. دي لازم تاخدي بالك منها عشان ما تقعيش في المحظور. في بعض البورسلين بيخش الميكروويف، اللي هو البورسلين الساده، البورسلين اللي ما فيهوش شغل. ليه؟ البورسلين عادي يتحمل حراره وكل حاجه، ولكن لو في شغل زي كده بيأثر على الميكروويف بتاعك، بيأثر على الميكروويف بتاعك، وليه عمر افتراضي داخل الميكروويف. ده من الحاجات برضو المهمه اللي لازم تعرفيها عشان ما يحصلكيش مشاكل في الميكروويف بتاعك. وان شاء الله باذن الله تابعونا على صفحتنا على اليوتيوب، ولطلب المنتج تواصلوا مع اداره السوشيال ميديا، هنسيب لحضرتك اللينك في التعليق. تابعينا على صفحتنا ان شاء الله باذن الله، انتظرونا في حلقات تانية جديده هنشرح لكم كل يوم طقم من اطقم البيت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.